في الفيديو ده هنعرف ازاي تعمل الترابيزه دي او الطاوله بكل سهوله. الطريقه سهله وبسيطه تقدر تنفذها بنفسك، لان الشرح بجد سهل. بحاول اوصل لك المعلومه سهله علشان تقدر تنفذ الترابيزه دي بنفسك. حقيقه ترابيزه جميله تستحق التنفيذ. فيلا كده يا كبير نشوف الشرح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده دايما يا رب. في البدايه نقطع مقاسات الترابيزه اللي احنا هنشتغل عليها او الطاوله. المقاس اللي انا هشتغل عليه 40 في 40، فاحنا نخلي العمق 40 والطول والعرض 40، فعشان كده هنقطع 4 قطع 40 في 40. انا قطعت المقاسات بتاعتي على السي ان سي علشان اسهل عليك الامور. عند اي حد عنده مكنه لوتر او سي ان سي هتقول له عايز اقطع المقاسات دي. الطريقه دي مش محتاجه منك اي خبره لحد كده. تمام. هنلزق على كل قطعه اللزق اللي انا جايبه ده، واللزق بيكون عند اي حد عمارات منزليه او حاجه كده اللي هي الورد والحاجات اللي هي بتتجف في البيت. فان شاء الله تلاقي عنده نفس الشكل ده، ولا ما لقيتش هتلاقي اشكال كتيره. بس عايزين نجيب شكل يكون بيدي على حجاره او الطوب اللي احنا شايفينه ده، عشان خاطر يدي الشكل السجدي اللي احنا اللي احنا محتاجينه. وتلزقوا الطريقه طبعا بتاعته، طريقه اللزق بتاعته مش محتاجه شرح. بتاعت حاجه كده بلاستيك في ايديك او كارت او البطاقه بتاعتك كده كبير، فتقدر تلزق الشغل بتاعك. اهم حاجه ما يكونش فيه هواء في النص. كده انا لزقت كل القطع بتاعتي، ال4 قطع. كده الامور تمام التمام يا كبير. هنبدا دلوقتي قبل ما نجمع نتاكد من القطع بتوعنا ان هو يكون الفاصل ده او الشكل يكون قصاد بعضيه، عشان خاطر يسلموا بعضيهم كده زي ما احنا شايفين. وهنبدا بعد كده نجمع الشغل بتاعنا تمام التمام. جمع شغلك بمسمار شاشة 5، مسمار صنارة، وبعد كده هنربطه بالسن صاج بتاعنا أو البراغي زي ما تسموها سموها. ليه بس كده؟ بس هتحرجينا مع الناس. يلا مش مشكلة، سهل. وبعد كده هنلزق الترابيزة بتاعتنا أو الطاولة من بره الداير بتاعها. بس أنا اكتشفت حاجة، إن اللزق ضعيف شوية كده معايا في الزوايا، فلقيت له حل كده معايا. فإن شاء الله خليك معايا كده أنت كبير للآخر، عشان خاطر أقول لك كل حاجة أنا مريت بيها وأنت تعملها بنفسك، والموضوع يطلع معاك مظبوط، ويطلع معاك ايه، تمام. المهم جبنا كده قطعه البلاكاش بتاعتنا اللي هي طبعا هتكون 40 في 40، هنسمرها تحت كده ايه في الترابيزه بتاعتنا. تمام. وده مسمار هنضيفه في القاعده من تحت عشان خاطر يرفع الترابيزه بتاعتنا عن الارض. كده تمام. هنلزق المرايه بتاعتنا تحت كده في قطعه البلاكاش اللي احنا سمرناها. ودول حتتين انا مسكت منهم عشان خاطر الجزاز طبعا ضعيف، لو فلتت مني ممكن تطج وتتكسر، فخلي بالك من الحته دي. جينا اللي انا قلت لك عليه اللي هو الزوايا اللي انا لزقتها دي ضعيفه، فعشان كده هبدا ايه، اظبط الموضوع ده ب 8 قطع انا عملتهم هركبهم في الزوايا. والقطع دي انا عملتها على الليزر، ممكن برضو تعملها بنفس الشكل ده او الشكل اللي انت تختاره. اللزجه اللي احنا نلزقوا بيها انا لزقت بماده السيليكون. انت حضرتك ممكن تلزق بالسوبر جلو او بالسيليكون. اي لزق هيقدم معاك الغرض، بس ما تحاولش تسمر فيها مسمار، عشان ده يعتبر شغل ديكور كده ايه، والمنظر بتاعها ما يكونش مش مظبوط. تمام. بعد ما لزقنا ال4 زوايا بتاعتنا زي ما انت شايف كده وسيبناهم كده يشدوا براحتهم، هركب قطعة تبلكاش نفس تخانة الزوايا اللي احنا عاملينها دي، عشان خاطر هنركب عليها حلية اللي هي هتسند معانا الجزاز. الحلية اللي احنا نشتغل بيها زي ما انت شايف كده هنقطعها على زاوية 45 عشان خاطر تسلم داير ما يدور. ونعمل حسابنا ان في جزاز وفي قطع كده احنا برضه هنعملها من نفس اللون اللي احنا عاملينه تحت ده، شغل الليزر زي ما انت شايف كده. هننزل بيه على البورصه يعتبر، عشان خاطر انا كتفت كل اللزج اللي معايا عشان ما يعمل حسابه ان هو ايه كل سنه طيب كده مش هيطلع من مكانه تاني.
ولا هيلاقي منفذ يدخل له هواء. كده احنا تمام، خلصنا الترابيزه بتاعتنا والشكل اللي هو البودي. هنبدا دلوقتي نركب الكهرباء بتاعتنا. والكهرباء انا فكرت في الموضوع ده كتير، فلقيت ممكن ان انا اركب لندا، او ممكن اركب كشاف بس هيكون بسلك، والموضوع ده انا مش حابه. فلقيت كشاف كده بيستخدموه الجماعه اللي هم الصيادين، فده كان يعتبر هو افضل حاجه بالنسبه لي، ان هو اضاءته كانت قويه، وبنفس الوقت بيشتغل بطاريه ممكن نشحنها بعد ما البطاريه تفضى. فدي اكتر احسن حاجه لقيتها مناسبه ليا. ده بيكون قطعه واحده، فعشان كده انا فكيتهم من بعضيها وخليت كل قطعه لوحديها. وطبعا طوطت السلك بتاعتي وخليت قطعه في الداخل اللي هي اللنط، والقطعه اللي في الخارج اللي هي البطاريه. القطعه اللي فيها البطاريه دي بتكون من الخارج، عشان يكون الامور سهله عليا ان انا افتح واقفل في الزرار او اشحنه من بره، والامور تكون سهله وبسيطه ان شاء الله. كم قطعة خشب عندك كده نعمل بيهم سلم؟ يعني هنعمل بارتفاع الترابيزة سلم زي ما انت شايف كده، قطعتين خشب، قطعتين خشب بطول الترابيزة، وثلاث قطع كده عرض 20 سم، يعني نصممهم في بعض عشان خاطر نعمل بيهم السلم. اي حاجة عندك هتأدي الغرض. ودي وردة كانت عندي جاهزة، اللي هو الورد الجاهز اللي بيتباع طبعا عندي، زي ما احنا جبنا اللزج ده من عند الديكور اللي هو اللي بيبيع ديكور المنازل، هتلاقي عنده الورد ده هتقدر تجيبه. دي كانت عندي، فانا حبيت اعمل بيها شكل زيادة. فانت لو حبيت تعملها امين، مش حبيتش برضو مش مشكلة، الشكل في الاول والاخير هيكون ان شاء الله واحد. فانا حبيت ازود واعمل حاجة زيادة عن المعتاد، فبشوية زلط كده برضو لميناهم من الشارع كده عشان خاطر الشكل بتاعنا يدي شكل طبيعي. فلزجناهم بالسيليكون زي ما انتم شايفين كده، الزلط على بعضيه. ولو عندك شويه سيلر ولا حاجه كده تقدر تديهم للزلط ده، هينور معاك. وده السلم اللي احنا عملناه، دهناه شويه صبغه كده عشان خاطر الشكل بتاعه يكون زي ما انتم شايفين. الجرصة، ودي أهم حاجة. دي الجرصة طبعا أنت بتجيب جرصة بتكون شفاف، بس بتفيمها عند بتاع اللي هو عند فمية عربيات، بيفيمها لك فمية مراية عشان خاطر يعكس معاك الشغل زي ما أنت شايف كده. كده احنا يكون خلصنا الترابيزة كده تمام التمام. وزي ما أنت شايف الترابيزة بعد ما تخلص بصراحة حاجة كده تفتح النفس. ما تنساش اللايك لو عجبك الفيديو، وطبعا لو مش مشترك طبعا نشرف بيك يا كبير تعمل اشتراك للقناة. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.